من هو المغترب ولماذا المغترب حتى ترسل إليه هذه الرسائل؟ أجيبك من 3 نقاط. النقطة الأولى: أولا، في مجتمعنا اليمني المغتربون كثر جدا بالملايين يا إخوان الكرام في كل أصقاع العالم. ألا يستحق هؤلاء الذين غابوا عن أنظارنا والذين غابوا عن حياتنا أن نرسل إليهم الرسائل التي تنفعهم في أنفسهم، في أرواحهم، في عقولهم، في بيوتهم؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا إخوان الكرام: المغترب يا إخوان الكرام هو صاحب القوة. يبدأ الاغتراب من 20 إلى 50. هؤلاء هم أهل القوة. من تريد؟ الأطفال؟ كبار السن؟ هؤلاء لا يغتربون. إذا نرسل إلى أصحاب قوة العقول وقوة الأبدان. هؤلاء يستحقون منا أن نرسل لهم الرسائل النافعة. الأمر الثالث يا إخوان الكرام: أهل الغربة لهم فضل كبير على الجميع. هم الشمعة التي تحترق لتضيء الآخرين. يا إخوان الكرام، تذهب سنوات عمره وهو يجمع المال لأسرته لأقاربه، ينفع أصدقائه. هذا هو المغترب. هو يملك المال، بقي أن يملك القرار. لابد يملك القرار في ماذا؟ في أن يعلم الناس النظام، في أن يعلم الناس الأخلاق، في أن يعلم الناس الوعي، في أن يوجههم إلى الطريق السليم. هو اغترب في مجتمعات هي أرقى من مجتمعه. بعضهم اغترب في دول راقية جدا، يعود إلى بلده ويعلم أبناءه ويعلم إخوانه ويعلم جيرانه ويعلم مجتمعه كاملا. فلذلك أنا اخترت المغترب يا إخوان الكرام لهذه المبررات ولغيرها. المغترب عنصر نفيس يا إخوان الكرام، فلذلك لا ينبغي أن نتهاون في قضية المغترب. المغترب درة عظيمة وجوهرة ثمينة، نحتاج أن تكون أكثر جمالا وأكثر تلألؤا.